واخيرا يا جماعه خبر حلو يخص نادي الزمالك. نادي الزمالك من شويه نزل بيان بيقول فيه ان عضو مجلس الاداره احمد خالد بالتعاون مع جون ادوارد نجحوا ان هم يتعاقدوا مع شركه نايك عشان تصمم ملابس نادي الزمالك او الزي الرسمي لنادي الزمالك لجميع الالعاب الرياضيه الموجوده في نادي الزمالك. طيب الخبر ده اولا حلو جدا لان شركه نايك شركه عالميه واكيد الديزاين هيبقى رهيب واكيد جوده التيشيرت هتبقى حلوه قوي. طبعا احنا زهقنا من الشركات اللي هي من الاخر يعني لا تليق بنادي الزمالك. كويسه وكل حاجه بس مش تليق بنادي الزمالك، اللي هي تيمبو ومش عارفه زت وحاجات دي، لا مش ده الايمج بتاع نادي الزمالك خالص بصراحه. فده اولا. ثانيا ان الزمالك مش هيتحمل اي اعباء ماديه خالص لمده 3 سنين، ده غير ان الزمالك كمان هيحقق مكاسب ماديه. طيب ايه كمان؟ انا فرحانه ان دي اول حاجه جون ادوارد عملها. ده معناه ان الراجل جاي يشتغل بجد مش جاي يهزر، ان اول ما جه يشتغل على طول وعمل حاجه. فانا منتظره منه كتير وان شاء الله يبقى دي بدايه حاجات مبشره لنادي الزمالك. انا نفسي اصحى على كل يوم كده الاقي خبر حلو لنادي الزمالك، تعاقد بقى مع صفقه، تعاقد مع مدير فني، موضوع التيشيرت ده حلو قوي. انا مستنيه اشوف يعني تصميم يبهرنا كلنا.